لحد ما واحد من صحابه اتصل باخوه وقال له اخوك تليفونه مقفول من امبارح واحنا بندور عليه، هو فين؟ محمد ما رجعش البيت. لكن طبعا اخوه ما كانش يعرف حاجه، فقرر ان هو طبعا يطلع يدور هو كمان، هو واهله عليه. وبداوا ان هم برضو يجروا تاني يروحوا اسم الشرطه عشان يعملوا محضر تاني ان محمد برضو ما رجعش. فبدا ان هو امين شرطه كويس نزل يعني طلع معاهم وكده، وبدا ان هو طبعا يعني يستجوب صحابه. لكن صحابه كان اللي بيقول راح يجيب سجاير، واللي كان بيقول راح يجيب اكل، واللي كلام طبعا ما جاش مع الشرطه. انتوا اكيد في حاجه انتم مخبيينها. لكن هم فعلا ما كانوش مخبيين حاجه، هم كانوا بيتكلموا اصلا هم ما يعرفوش صاحبهم رايح فين. فطبعا تم القبض عليهم السته، واتحطوا طبعا على طول في الاسم عشان استجوابهم. لكن فعلا ما حدش يعرف حاجه، لحد ما واحد فيهم نطق كده بكلمه غريبه، قال لهم ممكن يكون مع صاحبنا اللي كان موجود في نص الشارع، لان طبعا كاميرات المراقبه